السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب، مهم جدا. بعد ما صليت على الحبيب بفكرك برضو ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات بحلقاتنا الجديدة، وما تنساش ان انت تدوس لايك للفيديو. طيب نبدأ بايه؟ خلينا نبدأ بحاجة مهمة جدا، وهي يعني من شوية كده طلع علينا الاتحاد الدولي ولجنة الانضباط بالكلام يعني النهائي عن موضوع كهرباء، والاتحاد الدولي امهل كهرباء مدة 60 يوم للدفع. 60 يوم للدفع، وبعد كده هيبقى في ايقاف لمدة 6 شهور. واحد يقول لي طيب واحنا ناويين نعمل ايه؟ والله بالنسبه للكهرباء فقال لك والله لسه قدامي 60 يوم، يبقى يحييك بقى ويحيينا ويديك ويدينا طولة العمر. اديني مكمل بقى، انا كده كده اصلا مفيش مباريات ومفيش اي حاجه ومفيش اي حاجه جايه في السكه، فانا مش هدفع اي حاجه لحد ما فتره القيد تعدي ويعديها على الزمالك، ثم بعد ذلك يبدا ان هو يعني يدفع العقوبه او يدفع الفلوس قبل ما يعني ايه يبقى في اي مباريات، يعني قبل اول مباراه رسميه يكون دافع. فانت قدامك فتره زمنيه طويله، بس انا احساسي كده ان ده مش نهاية الموضوع. عندي احساس كده ان هيطلع خدعة او حاجة تانية تخلي الموضوع يطول اكتر. احنا مع علي العباسي بناخد ايقافات وبناخد 60 يوم بقالنا فترة كبيرة جدا، والدنيا بتطول وتحس ان انت بتطول شوية. فانا اعتقد ان الموضوع مش هيخلص بال60 يوم دول ولا بالست شهور دول. اعتقد ان في حاجة تانية هتحصل، ولكن هتبقى متأجلة شوية، ولكن هنشوف الدنيا ماشية ازاي. زي ما بقول لك كهرباء قال لك انا مش هدفع الفترة دي، انا لسه قدامنا وقت، انا كده كده ليه اساعد نادي الزمالك؟ لا انا مش هساعده، وخليه بقى فتره القيد تعدي، ما يعرفش يعمل صفقات، ما يعرفش يشيل ايقافات، ما يعرفش يعمل اي حاجه، ثم بعد ذلك لما يبقى في ماتشات ابقى ادفع. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. تمام. الحاجة التانية اللي برضو لازم تكون عارفها هي اللي هي علاقة بإمام عاشور. إمام عاشور دلوقتي جاهز طبيا للمباريات، يعني لو انت عندك مباراة بكرة الصبح امام عاشور يقدر يلعب عادي جدا. ولكن طبعا انت مفيش اي مباريات، انت كل اللي عندك دلوقتي هي فتره الراحه، ثم بعد ذلك هتبدا في المعسكر، ثم بعد ذلك المباريات هتيجي. اول مباراه اعتقد هتبقى مباراه اتحاد العاصمه، اللي بالمناسبه عايز اقول لك ان الاهلي بعت للاتحاد الافريقي بيستفسر فيه عن موعد السوبر الافريقي. خلي بالك كان المفروض يبقى يوم 1/9، قال لك لا والله اجلناه ليوم 12. الفتره دي في مباريات وفي حاجات غالبا الكاف مش مدروخ ولا ايه مش فاهم، فلسه الميعاد، فاحتمال كبير ان المباراه دي تتاجل لاجل غير مسمى. فبس اول مباراه اعتقد امام عاشور هيلعبها هي هتكون اللي هي الدوري السوبر الافريقي، او اللي هو الدوري الافريقي بمسماه الجديد. زي ما بقول لك الاهلي بعت يستفسر عن ميعاد السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه. طيب فكده يبقى امام عاشور اول بقى مباراه هتيجي هيكون موجود معاك فيها. طيب حاجه كمان لازم تكون عارفها، ان الاهلي وجه للسيد والتر بواليا اكتر من عرض، يعني اداله اكتر من عرض بحيث ان احنا ننهي هذا الفيلم. العرض الاولاني ان انت تطلع اي اعاره من الاعارات اللي موجوده معاك وربنا يسهل، يعني هو عنده اعاره من الجونه فالناس بتقول له اطلع في الجونه وبعد كده نبقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. ده حاجة. الحاجة التانية ان احنا نسوي الموضوع بانك تاخد مبلغ معين وتتكل على الله. طيب في حالة رفض اللاعب كل الحاجات دي كلها، وان هو طالب بفسخ التعاقد وان هو ياخد العقد بتاعه كامل، ففي الحالة دي سيتوجه مباشرة الى قائمة الانتظار يقعد فيها. دي حاجة لازم سعادتك تكون عارفها. طبعا بواليا خلي بالك في تواصل بينه وما بين بتوع البليلة على انه يطلع على هناك، وهم قايلين له خليك بقى قاعد، وهو ايه يعني اقعد غتت ولسه فتره انتقالات شغاله واحنا كده كده ما عندناش مشكله والقيد لسه مقفول. على ما انت تخلص مشكلتك مع النادي الاهلي اكون احنا بقى ايه فتحنا القيد ونقدر نقيدك يعني في اخر ساعه. هم ناويين يعملوا كده، او يعني متوهمين ان ممكن دي تحصل. فهنشوف الحوار بتاع عمنا بواليا ده هيخلص عليه. محترف التاني برضو اللي انت قدمت له برضو نفس الكلام وهو احمد القندوسي، ولكن الموضوع طبعا مختلف ما بين القندوسي وبواليا. بواليا زي ما قلت لك الحاجات اللي فيها، اما القندوسي فانت قلت له ان انت عندك بعض العروض واحنا محتاجين ان انت تطلع للاعاره، وقدمت له كذا عرض وقلت له اختار العرض اللي يناسبك. عندك العربي الكويتي، مولوديه الجزائر، شباب بلوزداد، الجونه وفاركو وزد دول في مصر. اختار النادي اللي انت حابب ان انت تنطلق عليه واحنا معاك، وانت مش هتطلع بيع.
القندوسي هيطلع اعاره مش بيع، فهيطلع اعاره لحد بقى من اللي انا قلت لك عليهم: العربي الكويتي، مولوديه الجزائر، شباب بلوزداد، او الجونه، فاركو، زد. دي الانديه اللي طالبه عمنا احمد القندوسي. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. النهارده كان في تصريحات مهمه جدا للسيد خالد بيبو مدير الكوره الجديد في النادي الاهلي. اولا شكر سيد عبد الحفيظ واتكلم عليه كلام مهم جدا، ثم بعد ذلك اتكلم على معسكر النادي الاهلي وقال لك ان احنا بنستعد ان احنا نعمل الاجراءات بتاعه المعسكر، وفي حاله فشل الاجراءات خلي بالك انت المفروض المعسكر بتاعك في النمسا، قال لك في حاله ان احنا ما لحقناش او ما عرفناش نظبط الدنيا فالبديل هيكون المغرب. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. بمناسبه المغرب، ففي حاجة لازم تعرفها، وهي ان النهاردة الصحف المغربية بتتكلم على خبر مهم جدا، وهو ليه علاقة ببولي سامبو. واحد يقول لي مين بولي سامبو ده؟ بولي سامبو ده مهاجم الوداد المغربي. بيتكلموا ان هو عنده مشاكل كتيرة جوه النادي المغربي، وان الناس يعني في مشاكل وهم عايزين يتخلصوا منه، وبيتكلموا ان النادي الاهلي دخل على الخط في مفاوضات مع بولي سامبو. فالناس بتتكلم على مفاوضات مع بولي سامبو. بولي سامبو خلي بالك يعني على الترانسفير ماركت سعره 800,000 دولار، سنه 24 سنة، طوله 183 سنتي، عنده 24 سنة. العقد بتاعه خلي بالك ينتهي 2026 مع إمكانية زيادة سنة كمان ل 2027. بولي سامبو خلي بالك لعب مع الوداد المغربي 44 مباراة، جاب 20 جون وعمل 4 اسيست، متقسمين 13 في دوري الأبطال. في الدوري الأبطال لعب 13 مباراة، جاب 7 جوان وعمل اسيست. في الدوري المغربي لعب 25 مباراة، جاب 13 جون و3 اسيست. فزي ما بقول لك الصحف المغربيه بتتكلم على صفقه محتمله ما بين الاهلي مع سامبو على اساس ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. واحد يقول لي طيب ايه رايك في هذا اللاعب؟ لا ده لعيب كويس، احنا شفناه حتى وهو بيلعب مع الوداد. لا لعيب كويس وامكانياته قويه جدا ومحطه قويه جدا وتقدر تعمل بيه شغل كبير جدا وحاجه عظيمه، يعني حاجه عظيمه. وكورته كويسه، يعني مش ضعيف، يعني كورته على الارض مش وحشه، مش جامده قوي ومش سيئه، يعني متوسط على الارض، ولكن في الالعاب الهوائيه فهو بصراحه يعني حاجه عظيمه جدا. زي ما يعني لو قارنته بسوزا فاعتقد ان سامبو يعتبر افضل بكتير من سوزا. بص عشان نكون واضحين وصرحاء في موضوع المهاجم، احنا ماشيين اليوم بيومه، لان مفيش معلومه محدده، يعني مفيش حاجه محدده، انت ماشي اليوم بيومه، بمعنى ان انت بيطلع اخبار مثلا في دوله ما فانت بتبدا تتكلم عليها. مفيش حاجه اقدر اقول لك والله هو ده الشخص، عشان في ناس مثلا تقول لك والله كل يوم بتقول مهاجم. ده مش بتاعتي انا، من الاول خالص قلت لك انا ما عنديش معلومه المهاجم، ولكن هقول لك الاخبار. فالاخبار هي زي ما بقولها لك دلوقتي، الصحف المغربيه بتتكلم عن مفاوضات. بص الصحف المغربيه ما بتهجصش شويه زي عندنا، يعني الاخبار بتاعتهم بتبقى الى حد ما دقيقه شويه، ما بيطلعوش اي اخبار او كده. لما مثلا اتكلموا على رضا سليم، رضا سليم بقى في الاهلي. لما اتكلموا قبل كده على بدر بنون فبدر بنون بقى في الاهلي. ولما بيتكلموا المره دي على بولي سامبو فوارد جدا انه يكون موجود في النادي الاهلي. وزي ما بقول لك النادي الاهلي فاتح اكتر من ملف مع اكتر من مهاجم، فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. طيب اخر حاجه اتكلم عليها ان فاركو اقرب لضم سعد سمير. سعد سمير خلي بالك فري يقدر يروح اي حته، فنادي فاركو غالبا هيكون الاقرب لضم عمنا سعد سمير. فهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. اخر حاجه معلش، تعديل عقد محمد الشناوي. محمد الشناوي بيعدل العقد بتاعه، هيتم تعديل العقد بتاعه بحيث ان هو يكون الاعلى في النادي الاهلي، وفي اتجاه كمان لتمديد عقد علي معلول لسنه اضافيه كمان. بس كده، سلام عليكم.